جينا اليوم نفتح تدريب باسم الشهيدة روجبين عرب. هي استشهد 17 تشرين الثاني سنة عام 1998. عملت عملية فدائية وفتحنا تدريب باسمها. عنف على المرأة أكثر لأنه أساس المجتمع هي المرأة. إذا بيضيع المرأة بيضيع المجتمع. العنف ضد المرأة مو بس بيكون بدولة واحدة أو على امرأة واحدة، العنف بيتمارس على كل الدول وعلى كل امرأة من كل المكونات. تعريف العنف، حدا عنده أي سؤال؟ عنده استفسار؟ تعريف العنف هي كل سلوك يتمارس على المرأة، هي كل سلوك عم يتمارس ضد المرأة بيكون السبب بأذيتها من كل الجوانب، إن كان جسديا نفسيا جنسيا، ويحرمون المرأة من حقوقها وحياتها الخاصة والعامة. وصلنا إلى أنواع العنف ضد المرأة. أنواع العنف لها عدة أنواع: عنف لفظي، نفسي، عنف جنسي، عنف الاغتصاب، يعني كلها سلبيات. العنف الجنسي يعني العنف الجنسي هو أي عنف يتمارس على المرأة من ناحية جسدها. راح تشتغلت وزلمتها ما يقبل، شو تسوي؟ كم؟ زلمتها ما يقبل؟ مثل ما يقبل، انت لا تطلع برا توظف. فتحنا تدريب بقرية كبرة، ففتحناها باسم الشهيدة روجبين عرب. هي كانت مكون عربي، فتحناها للنساء العربيات. كان شهيدة روجبين عرب هي 17 تشرين الثاني عام 1998. عملت عملية فدائية من أجل القائد، وأكدت الشهيدة روجبين عرب أنه لا يمكن الحياة بدون المرأة، لأنه المرأة هي الحياة والسعادة على وجه الأرض. أكدت روجبين عرب أنه لا يمكن تحرير هذا الرجال من هذه الظاهرة ألا يكون المرأة تحرر نفسها بنفسها. وأيضا القائد عبد الله أوجلان قال عبارة أنه لا يمكن المرأة لم تلعب دورها بشكل صحيح وجيد، الرجل سيبقى على ذهنيته وحاكمته. وهذه العبارة تعبر عن مواقف الرجال حاليا في الحياة، وهنا تكثر من مسؤولية النساء. وأكدت روجبين عرب، الشهيدة روجبين عرب، أنه علينا النساء والرجال أن نعلن موقفا مشتركا ضد جميع الهجمات التي تمارس ضدنا من إبادات، محاربات، أي شيء. يعني لازم يكون موقفا مشتركا الرجال والنساء ضد جميع هذه الهجمات. أعداد النساء كانت هائلة، وصلت إلى 77 امرأة. اليوم كان أول افتتاحنا للتدريب، ولاحظنا أثناء أعطانا للتدريب أنه المرأة ما زالت تحت حاكمية الرجال وذهنيتهم، ولم تحرر بشكل كامل. ونحن استقصدنا أنه نعطي النساء القرويات، لأنه لسه تحت ذهنية الرجال ومو متحررات بشكل كامل، ولازم يعني نكثر من هذا التدريب من أجل تحرير ذهنيتهم. كان أعداد النساء أكثر من 77 شخص، كانوا من الشبيبة والرضع وكبار السن، وكانت آرائهم سلبية وإيجابية. ونحن حاولنا قدر الإمكان أن نوازن بين عقولهم، لأنه مثل ما لاحظنا يعني مثل عقول كبار السن مو مثل الشبيبة مو مثل الرضع. يعني حاولنا أنه نقرب من عقولهم أنه يكونوا مستوى واحد، وكانت آرائهم سلبية وإيجابية ضمن التدريب. كثف من هذا التدريب مشان نحرر من ذهنيتهم ونساعدهم ونساعد هالشبيبات اللي عم يتأثروا بآراء الأمهات. يعني الأمهات كبار سن وهم شبيبة، يعني عقلهم مو مثل عقل الأمهات. اللي يقصد يعني نحن قدر الإمكان رح نساعدهم ونكون معاهن. لاحظنا أثناء التدريب إنه كبار السن لسه يفكروا بذهنية الرجل، ما تحرروا. ونحن كمؤتمر ستار راح نساعد هالنساء مشان تكون هي لها دور في إعطاء رأيها، في دار منها إنه تحرر نفسها، تحرر أبنائها، تحرر الجيل القادم. نبني عائلة
متحررة، عائلة ديمقراطية، نساء متحررات، وإن شاء الله نكون قد هذا.